قبل ما نبدأ قصتنا الجميلة النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل الفيديوهات اللي احنا هنعملها مخصوص عشانكم. يلا بينا يا أطفال نسمع قصة جديدة وممتعة ونتعلم منها درس جديد في قناة 24 ساعة مع طفلك. يلا بينا. كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في فار صغير اسمه نونو عايش في الغابة وسط الأشجار الكثيفة، ونونو كان شقي وسريع بس كان دايما حذر عشان هو صغير في الحجم، وكان عارف ان في حيوانات كبيرة ممكن تأذيه خصوصا الأسد ملك الغابة. كل الحيوانات كانت بتخاف من الأسد لأنه قوي وصوته بيهز الغابة كلها، لكن نونو كان عنده فضول يعرف إذا كان الأسد فعلا مخيف ولا هو كبير وخلاص. وفي يوم من الأيام نونو كان بيدور على أكل عشان ياكله، كان بيجري بين الأشجار وفجأة شم ريحة حاجة غريبة. بص قدامه لقى حتة جبنة صغيرة، فرح جدا وقال دي هدية من السما. لكن أول ما قرب يا أصدقائي اكتشف إن هو فخ واتقفل عليه شبكة كبيرة وكان محبوس فيها، وفضل يتحرك في كل اتجاه وهو بيصرخ وبيقول الحقوني الحقوني حد يلحقني. وفي اللحظة دي كان الأسد الضخم ماشي في الغابة وبيدور على حاجة ياكلها، وفجأة سمع صوت الفار وقرب منه وبصله وقال له ايه ده؟ فار صغير محبوس في شبكة؟ ده شكله يوم سعيد وهاكل. نونو كان مرعوب جدا يا أصدقائي وقال بسرعة لا أرجوك ما تأذنيش، أنا مش هعمل لك حاجة بس فك الشبكة عشان أقدر أمشي. الأسد ضحك وقال ليه أساعدك؟ أنت حتى حجمك صغير جدا وهتبقى مناسب إني أكلك. نونو رد عليه بكل ثقة وقال له ما تستصغرنيش، مش يمكن في يوم من الأيام أقدر أساعدك في أي مشكلة تقع فيها؟ الأسد فكر شوية وقال فار صغير زيك يساعدنا أنا؟ دي نكتة جديدة ولا إيه؟ تعالوا نكمل قصتنا الجميلة ونشوف هيحصل إيه. لكن في الآخر يا أصدقائي الأسد فكر وقال إن هو هيسيبه وشد الشبكة بسرعة لحد ما قطعها، ونونو طلع من الشبكة وكان مبسوط جدا وقال له شكرا ليك، وعد مني لو احتجتني في أي وقت هكون موجود. الأسد ابتسم وقال له ماشي يا نونو، ما ظنش إن أسد زيي هيحتاج لمساعدة فار صغير، بس تمام. وعدت الأيام، وفي يوم من الأيام الأسد كان ماشي في الغابة وفجأة رجله دخلت في حفرة فيها شبكة كبيرة، وكانت دي نفس الشبكة اللي وقع فيها نونو، بس المرة دي كان مربوط بحبل قوي جدا، وأول ما الأسد اتحرك الشبكة حبسته أكتر وبقى مش عارف يطلع. الأسد قعد يصرخ بصوت عالي ويقول الحقوني، ومفيش حد من الحيوانات رضي ان هو يساعده، بس نونو كان قريب منه وسمع الصوت وجري بسرعة وشاف الأسد وقال له ايه ده الأسد في نفس الموقف اللي أنا كنت فيه. قرب نونو للأسد وقال له ايه يا ملك الغابة، مش كنت بتقول اني صغير ومش هعرف اساعدك؟ استنى بقى اما اساعدك. وبسرعة يا أصدقائي بدأ يعض الحبل بسنانه الصغيرين وفضل يحاول لحد ما فك الحبل، والأسد كان مبسوط جدا ان هو انقذه وقال له ما كنتش اتخيل انك صغير بس شجاع كده، شكرا يا نونو، انت خلاص بقيت صديقي من النهاردة. ومن يومها يا أصدقائي بقوا أصحاب، ونونو بقى يمشي في الغابة بثقة لأنه عرف إن القوة مش بالحجم لكن بالذكاء والشجاعة. والأسد اتعلم إن حتى أصغر الكائنات ممكن يكون ليها دور كبير، وإن الصحوبية مش بالحجم لكن بالجدعنة والمواقف. اكتب لنا في التعليقات ايه اللي حصل لما نونو لقى حتة جبنة موجودة في الغابة، وليه الأسد ضحك لما نونو قاله إنه ممكن يساعده في يوم من الأيام. واكتب لنا في التعليقات ايه أحسن قصة سمعتها في القناة وتعلمت منها ايه. بعد ما سمعنا قصتنا الجميلة النهاردة اوعى تكون نسيت تعمل لايك واشتراك للقناة عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي احنا بنعملها عشانك. بعد ما سمعنا قصتنا الجميلة النهاردة تعالوا معايا نسمع قصص أكتر في قناة 24 ساعة مع طفلك. يلا بينا.